على الله ما يقطعش تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين، إبراهيم المنيسي في كل مكان. بقالي أكتر من ساعتين ثلاثة مش عارف أتواصل مع حضراتكم، كل شوية الكهرباء تقطع وترجع ومفيش 5 دقايق 10 دقايق وتقطع، وعشان كده بقت غريبة قوي. إحنا عايزين نحترم جدول الدوري وإحنا مش قادرين نحترم جدول قطع النور. الحقيقة يعني اتعمل جدول وكان فعلا تصرف جيد جدا علشان كل الناس تتدبر امورها، وحوادث الاسانسير وحوادث المشاكل والاجهزه وغيره، وكل الناس تدبر امورها في الساعات المحدده اللي بيقطع فيها. لكن للاسف زي ما بنحترمش جدول الدوري ما عرفناش نحترم حتى جدول قطع النور. ما علينا، بس على الله النهارده الساعه 7 بقى ما يقطعش عند اي حد اهلاوي، لانه الساعه 7 الجماهير الاهلاويه كلها تترقب الحدث المهم، والجهاز الفني للاهلي اللي موجود في النمسا في المعسكر ايضا بيترقب هذا الحدث. لاول مره بطوله دوري الافريقي، الدوري الافريقي بنظامه الجديد، الدوري للكبار فقط. القرعه هتتعمل الساعه 7 بمشاركه 8 انديه، الاربعه اللي في المستوى الاول دول مفروغ منهم. الاهلي هنشوف هيلاعب مين في المستوى الثاني. الاهلي معاه في المستوى بتاعه الاهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي. هتتعمل القرعه ان واحد من هنا هيدخل على واحد من هنا، التانيين سيمبا وانيمبا وبترو اتلتيكو الانجولي ومازيمبي الكونغولي. سيمبا وانيمبا ومازيمبي مؤكدين. بترو اتلتيكو دي لواندا الانجولي عنده مشكله، عشان كده النهارده قبل القرعه المفروض في حاجه هتتم، في قرار هيطلع من الاتحاد الافريقي بخصوص الفريق الانجولي، الفريق اللي كان بيلعب له فلافيو جilberto اللي عملوا المجد الكبير مع النادي الاهلي، واعتقد فلافيو موجود في الجهاز الفني بتاع بترو اتلتيكو. الفريق عنده مشاكل في بلده، انجولا او الاتحاد الانجولي قرر ايقافه لاسباب تتعلق بفساد مالي واداري، قرروا ايقافهم لمده 2 سنين عن النشاط، وبالتالي بقت ما عندوش طبعا حق ان هو يشارك خارجيا. الاتحاد الانجولي بيخطر الاتحاد الافريقي بموقف سيمبا بموقف بترو اتلتيكو، فبالتالي في قرار هيطلع باستبعاد الفريق الانجولي. مين اللي يدخل؟ هل هيدخل حوريا كوناكري الغيني الاقرب اللي كان حقه يشارك قبل انيمبا؟ هم استبعدوا حوريا كوناكري الغيني وجابوا انيمبا رغم انه مش موجود في قائمه ال20 الاوائل، وواضح ان دي كانت لاسباب تسويقيه. هل دلوقتي هيرجعوا وينصفوا الفريق الغيني، ولا هيدخل الفريق بتاع الجزائر اللي هو ترتيبه ال14 مقرر في قائمه ال20 وفاق سطيف الجزائري؟ الاتحاد الافريقي والشؤون التسويقيه بتاعته هنشوف ايه اللي هيحصل. لكنه البطوله دي بطوله كبيره، الاهلي مهتم بيها جدا. الكابتن خالد بيبو عمل لها لائحه حوافز خاصه بيها. البطوله جايزتها 6.5 مليون دولار، ان هي تكون البطوله الاولى والاهلي الرائد في افريقيا يكون عنده اصرار على انه ينافس على اللقب. انت بتلعب 6 ماتشات، يعني اللي هيلعب فاينل هيلعب 6 ماتشات في الفتره من 20 اكتوبر لغايه 11 نوفمبر. ال 21 يوم دول هيتلعب فيهم 6 ماتشات. يعني الاهلي هيلعب مع سيمبا او انيمبا او مازيمبي او الفريق اللي هيدخل مكان بترو اتلتيكو، واحد من دول. الماتش الاولاني بره والعوده هنا. بالمنطق انه فرق المستوى الاول فرصتها في الفوز اكبر، ما يعني انه من المحتمل انك انت في الدور قبل النهائي هتلاعب يا الوداد يا صن داونز يا الترجي، في حال ان الثلاثه اجتازوا الدور الاولاني او دور الثمانيه. برضو ذهاب واياب، والفايزين هيروحوا الفاينل ذهاب واياب برضو، عشان تخلص من المساله ديت في 11. طيب، جايزه كبيره، بطوله جديده، هي الفرصه الاولى. القرعه في القاهره 7 مساء اليوم. الجهاز الفني مارسيل كولر مترقب، واللعيبه كلها القرعه هتجيب مين. افتتاح البطوله هيبقى في ملعب دار السلام، ملعب سيمبا التنزاني. يعني ده اللي هيحتفل بيه في الاتحاد الافريقي بافتتاح البطوله او انطلاقها، ودي النسخه الاولى والاخيره بهذا النظام.
الاتحاد الدولي هو اللي بيرعى هذه المسابقه مع الاتحاد الافريقي، وجايب الشركه الايطاليه المسوقه على اساس انه يجرب في افريقيا التجربه اللي كان نفسه يعملها في اوروبا، والاتحاد الاوروبي اعترض عليها. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. كمان الاهلي بيترقب حاجه مهمه جدا جدا جدا. يوم الثلاث، وده الاتحاد الدولي بلغ به الاتحاد النادي الاهلي امبارح، يوم الثلاث ان شاء الله 5/9 قرعه المونديال، قرعه كاس العالم للانديه 11 صباح الثلاثاء هتتعمل في مدينه جده السعوديه اللي هتستضيف هذا المونديال في شهر ديسمبر ان شاء الله. الاهلي بيشارك بطل دوري الابطال، وعندك بقى كل الابطال للقارات. الاهلي المان سيتي بطل اوروبا، عندك ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، عندك اوراوا الياباني بطل اسيا، وبطل امريكا الجنوبيه هو اللي ما تحددش بعد، اوكلاند سيتي بطل الاوقيانوس، واتحاد جده السعودي اللي هيشارك بوصفه ممثل البطل او الدوله المنظمه. المباراه التمهيديه هيلعب اتحاد جده السعودي مع اوكلاند سيتي، الفايز منهم هينضم للثلاثه، الاهلي واوراوا الياباني وليون المكسيكي. الثلاثه دول معاهم الفايز من اتحاد جده، هو غالبا اتحاد جده فرصه اكبر بكتير من اوكلاند سيتي، يبقى اتحاد جده محتمل يدخل مع دول. القرعه هتتعمل يوم الثلاث. هل الاهلي هيلاعب ليون المكسيكي، ولا هيلاعب اوراوا الياباني، ولا هيلاعب الفايز من اتحاد جده والفريق الاوكلاند سيتي؟ ده القرعه اللي هتتعمل صباح يوم الثلاث، يعني تصحى من النوم يوم الثلاث باذن الله تعالى تلاقي تحدد لك الاهلي هيلعب مع مين في كاس العالم للانديه. طبعا بعد كده بيتحدد المسار، انت رايح في سكه بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما تحددش، ولا رايح لسكه مانشستر المان سيتي اللي هيشارك كبطل اوروبا. طيب قرعه بهذا الشكل طبعا الجهاز الفني مترقبها جدا، لانك انت بترسم خطواتك بناء على كده. انما كمان النقطه المهمه جدا اللي بيترقبها الاهلي كمان، ده الحدث الثالث، لان هو الاسبوع ده اسبوع الاحداث الرباعيه الكبيره للاهلي. النقطه الثالثه خاصه بدوري السوبر المصري اللي سموه سوبر الابطال، وده الاتحاد المصري بعت النهارده الصبح لمجلس ابو ظبي الرياضي يسالوا القرعه اللي هنعملها امتى. انتوا عارفين انه مجلس ابو ظبي الرياضي خد الحق في انه هينظم هذه البطوله المصريه بمشاركه 4 انديه لمده 4 سنين لقدام. عندك ازمه في الاتحاد المصري، وهقول لكم هم ليه كانوا ساكتين، وليه النادي الاهلي لما بعت كتير هم ما ردوش. هو متوافق على ان البطوله دي بطوله السوبر بديل مباراه السوبر، لان مجلس ابو ظبي قال لهم ما اقدرش استضيف الاثنين. كنسل السوبر القديم اللي هي السوبر مباراه بين بطلاء الدوري والكاس، قال لك لا خلاص، فمش هنعمل دي ودي. البطوله الجديده امتداد للبطوله السابقه بلائحتها بنظامها، جوائزها لازم تزيد، وده اللي الاهلي اتكلم عليه. انت كنت بلعب مباراه، دلوقتي هلعب مباراتين، لان الاربعه هيلعبوا مباراه اولى والفايزين هيلعبوا بعض، فالفريق هيلعب في اسبوع او في 6 ايام هيلعب مباراتين في ابو ظبي. لغايه دلوقتي ما تمش تثبيت الميعاد، وهقول لك ليه ما تمش تثبيت الميعاد. هيلعب بطل الدوري وتحدد هو الاهلي، وصيف الدوري وهو بيراميدز، بطل كاس الرابطه وهو سيراميكا كليوباترا، بطل كاس مصر هو ده اللي ما تحددش، الاهلي مع انبي والزمالك مع بيراميدز، والفايزين هيلعبوا بعض والبطل يتحدد. اذا دخل الاهلي خد الكاس ودخل الاهلي هيبقى في فرصه لانبي او فيوتشر انه يدخل. فيوتشر باعتباره رابع الدوري. اذا بيراميدز خد الكاس هيبقى نفس الفرصه برضه. اذا الزمالك خد الكاس هيبقى فرصه فيوتشر. ليه فرصه فيوتشر؟ لان هو التالي للزمالك، والزمالك مستبعد
باعتباره موقوف لانسحابه من النسخه الماضيه. هنا مش قادر الحاج عامر حسين يحدد ميعاد مقترح لمجلس ابو ظبي انتظارا انه يشوف كمان بطل الكاس مين. طب امتى الكاس يتلعب؟ لما نشوف الدوري. طب امتى الدوري هيتلعب؟ هقول لكم الميعاد بتاعه. فهنا ايه السبب انه الاتحاد المصري مش قادر يرد على النادي الاهلي بشكل واضح ويقول له الزمالك معاقب او مش معاقب، اللائحه هتطبق ولا مش هتطبق، البطوله دي امتداد للي فات ولائحتها ولا لا؟ عارفين ليه؟ من غير ليه، بس هقولها لكم لانه هو ده صوت الهمس داخل مسؤول اتحاد الكوره. هم خايفين قوي قوي ان الاهلي يقول لهم باي باي. فقال لك الله، طب واحنا دلوقتي لو قلنا ده، حتى مجلس الرابطه والشركه الراعيه عندها نفس التفكير على فكره، مش اتحاد الكوره بس. قال لك واحنا لو قلنا للاهلي ان الزمالك معاقب ومش هيشارك، طب مجلس ابو ظبي عايز الاهلي باي شكل لاسباب تسويقيه، وقال لهم كده في رد هاتوا اللي تجيبوه. قالوا له في سيراميكا وفي بيراميدز والزمالك لو جه الاهلي ما يجيش، وفيوتشر. قال لهم بصوا ماليش دعوه بالتفاصيل، انا عايز الاهلي، تعالوا والاهلي معاكم وهاتوا معاه اي حد، دي بتاعتكم انتوا، لكن انا بالنسبه لي كمجلس ابو ظبي وكشركه منظمه انا عايز الاهلي، هاتوا لي الاهلي. هنا الاتحاد المصري خايف ان الاهلي يقول لهم شكرا. لو قال لهم شكرا ومشي وهم كانوا اعلنوا ان الزمالك معاقب، لا، هتبقى دوره رباعيه للشركات، تسويقيا وجماهيريا مش هتنجح. 90% او 80% العمل التسويقي للاهلي، الزمالك نسبته 20%، اكتر شويه اقل شويه، مش ده الموضوع، بس الباقيين زيرو في الناحيه التسويقيه. اذا كان فيوتشر، واذا كان انبي، اذا كان بيراميدز، اذا كان سيراميكا، كلها انديه خاصه وشركات. فهنا مرعوبين ان الاهلي يقول لهم باي باي، فيبقى خسروا الاهلي وخسروا الزمالك. وقت ما هيتاكدوا ان الاهلي هيشارك، هيعلنوا بالفم المليان وبالجراءه وبالشجاعه انه مفيش زمالك، وان احنا احترمنا اللائحه. فاحترامهم للائحه متوقف على انهم يتاكدوا ان الاهلي يجي، خاصه ان خطاب الاهلي الاخير قال لهم جمله شويه تعبت دماغاتهم. قال لهم والاهلي ممكن يعني لا يجد الوقت للمشاركه في مثل هذه البطولات المستحدثه. فديت هزت ركابهم، لانه كمان مجلس ابو ظبي قال لهم يا الاهلي يا بلاش. باعتين لمجلس ابو ظبي يقول له طب قول لنا والنبي القرعه امتى ممكن نعملها، واحنا هنثبت المساله عشان نضمن مشاركه الاهلي، عشان نقفل الباب ده وانت تشوف شغلك بقى في تسويق البطوله. ده ما يخص بالحدث اللي هو النهارده ايضا في انتظار رد مجلس ابو ظبي عليه، وقلت لكم الكواليس وقلت لكم سبب الخضه اللي هم فيها. الدوري النهارده الكابتن عامر حسين بيسلم مجلس الرابطه التصور بتاعه الخاص بدوري الجديد. وخد يا عم ادي النظام الجديد، ادي التصورين، عايز تشتغل على قديمه اهو موجود، عايز تشتغل على جديده ك انقاذ للمسابقه اهو. الشكل القديم الاهلي الدوري يبدا 16 17 9 16 او 17، يعني يبدا في ماتشات 16 وماتشات 17 وماتشات 18. طيب تقول لي ما هو الاهلي هيلعب يوم 15 في السعوديه مع اتحاد العاصمه الجزائري. اقول لك عشان كده الاهلي هيبدا الدوري في مصر يوم 19. اول مباراه للاهلي في الدوري الجديد يوم 19 بعد 4 ايام من مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه، السوبر الافريقي. وكده يبقى واخد ال4 ايام المده الفاصله بالنسبه للمباريات الخارجيه. بس كمان في نقطه، الاهلي 22 او 23 يعني كمان بعدها ب3 ايام مفروض يلعب اول مباراه له في دوري الدور التمهيدي مع سان جورج الاثيوبي في دور ال 32 لدوري الابطال الموسم الجديد. بقول لكم الاهلي يعني النجم الكبير اللي مطلوب على كل المسارح، كل مسرح يتنصب في الكره المصريه والافريقيه والعربيه مطلوب الاهلي يكون موجود عليها. وبعد كده يتكلموا بقى بلماضه على التسويق وعلى مش عارف الحقوق، على واديكم شايفين القيم التسويقيه والحظوظ التجاريه لوجود الاهلي عامله ازاي.
ما علينا، هيلعب 22 او 23 مباراته مع سان جورج الاثيوبي. طيب هيلعب امتى تاني في الدوري؟ اذا لعب 23 هيعدي له 3 ايام او 4 ايام ويلعبه. طيب اذا لعب 23 يبقى ما عندوش فرصه يلعب ماتش في النص قبل ماتش العوده مع سان جورج في القاهره، لان هتبقى برضه يوم 28 تقريبا، هتضطر تاجل. طيب انت هتضطر تاجل، بس والنبي خليكم شاهدين من دلوقتي على كل التفهين اللي بيتكلموا وقتها. اصل الاهلي بتتاجل له مباريات، حط لي انت نظام. الاهلي مطلوب يلعب مع الاتحاد العاصمي في الجزائر في الوقت اللي انت بتبدا الدوري، تعمل ايه؟ يقسم الفرقه عشان تستريحوا من اللبانه المسخه بتاعت كل سنه اللي بترددوها برضه بغرض وعمد وغباء وبجاحه بالمناسبه، لان هي دي البجاحه بعينها بقى يا سيدي، ان انت تبقى شايف الحق وتحيد عنه. هي دي البجاحه بجد، ان يبقى النظام واضح قدامك وكل الناس شاهده عليه وتطلع تتكلم عليه. يبقى هتضطر تاجل، لكن في تاجيله كبيره جايه. التاجيله الكبيره، وبرضه خليكم فاهمين على بتوع البجاحه، لان فيها نطاعه كمان. الاتحاد الافريقي بعت للاتحادات الوطنيه انه خلال الدوري الافريقي، البطوله الجديده اللي هتتلعب دي من 20 اكتوبر لغايه 11 نوفمبر، الانديه الثمانيه ما يشاركوش في مباريات محليه في بلادهم، ما تحطلوش اي مباريات. ليه يا سيدي؟ قال لك علشان هو هيلعب كل 3 ايام مباراه في الدوري الافريقي، فما عندوش فرصه يلعب محلي. طيب يجي عامر حسين يفرش الفرش عشان يعمل الجدول، يلاقي فيه لغم تاني، انه الاهلي مع مشاركته في الدوري الافريقي، الاتحاد الافريقي بسلامته نسي انه في اثناء الفتره دي في مباراه في دور المجموعات للانديه المتاهله ليه. يعني كل الانديه طبعا بما فيها الاهلي اللي بتشارك في الدوري الافريقي عندها فرصه لاجتياز الدور ال 32، فهتدخل دوري المجموعات. في اثناء كاس الدوري الافريقي الجديد اللي هو بتاع الثمانيه الكبار دول، عندك مباراه في دوري المجموعات الجوله الاولى، الحق اجل عدل. يبقى عامر حسين منتظر ان بكره او النهارده مع اعلان الجدول بتاع قرعه الدوري الافريقي يتقال المواعيد ويتقال المباراه اللي موجوده في دوري المجموعات لدوري الابطال هتترحل لامتى، علشان يقدر يبني عليها الجدول ويشوف الوضع مع النادي الاهلي هيمشي ازاي. هو ده الوضع، وهي دي القاره، وهو ده النظام، وهو ده الاشتباك، وهي دي قيمه الاهلي اللي مارسيل كولر في النمسا مدركها كويس قوي. والحقيقه الراجل شغال على قدم وساق هو والجهاز الفني. واحسن ما في الموضوع يا جماعه الشغل بتاع الراجل كارلوس المساعد اللي جابه الارجنتيني والسويسري الاصل اللي جابه مارسيل كولر معاه كمساعد، شغال على التدريبات التخصصيه. مش بس انك انت تلاقي لعيب بينقصه حاجه بتعملها له، لا، حتى على الضربات الثابته. يعني عامل فقره في نهايه كل تمرينه للضربات الثابته للمهاجمين وللمدافعين، لان احنا حتى على مستوى الدفاع كنا بنعاني كتير من الكور دي، وعلى مستوى الهجوم تفعيل وتنشيط قدرتك على ده. فعامل التدريبات التخصصيه باستمرار مع نهايه كل تمرينه. في شغل كتير بيتعمل مع كل اللعيبه، في تطوير للقدرات، في اعاده توظيف للافراد، في شغل كبير قوي الحقيقه. وكويس قوي ان هو اهتدى مارسيل كولر لفكره التقسيمه، لانه تلعب ماتشات وديه، هو يلعب ماتش واحد قبل ما يرجع، بس تلعب ماتشات وديه مع فرق قليله شويه مش هتبقى فيها نفس الحماسه. فشاف انه يعمل مباراه زي اللي عملها في الاخر ديت بين فرقتين من الاهلي احمر واسود، وتبدا تلاقي المساله فيها حماسه في الملعب عاليه جدا. هو بيجهز كل اللعيبه، بل كمان جاب لهم حكام من النمسا عشان يبقى اضفاء للرسميه والجديه على المباراه، فبيستفيد منها من كل النواحي، وبتقدر تشوف كل اللعيبه قدامك من الفرقتين. دي مساله كويسه جدا في ظل وفره العدد من اللعيبه، يسمحوا لك ان انت باستمرار تعمل مباراه داخليه بين اللعيبه. اكرم توفيق الحقيقه راجع بهمه وحماسه وروحه العاليه، ربنا يحميه. بنسبه كبيره جدا مارسيل كولر هيفكر يستفيد منه في مركزه الاصلي
في خط الوسط المدافع عوضا عن إصابة السولية وانتقال حمدي فتحي. طبعا إمام عاشور عنده شغل مهم جدا، وأعتقد بدأ مارسيل كولر يركز على انه امام يكون موجود مع الفريق في المباراه اتحاد العاصمه. الاهلي هيرجع ان شاء الله تعالى، هيختتم معسكره يوم 6، يرجع القاهره باذن الله تعالى بالسلامه. اللعيبه الدوليين متوجهين للمنتخب الوطني، مفيش اي مشكله مع روي فيتوريا. الراجل تقريبا اتكلم معاه مسؤول اتحاد الكره حوالين ان المصلحه واحده بين الانديه والمنتخب. انت من حقك تاخد كل اللعيبه بتاعت الاهلي اللي انت عايزها في مباراه اثيوبيا، بس خد بالك حاجه، انت الاهلي يلعب يوم 15 مع اتحاد العاصمه في السعوديه، وانت هتلعب يوم 12 مع تونس. اللي هيكح مش هيلحق يخف، يعني لو حد جاله شد خفيف يوم 12 مش هيلحق يشارك يوم 15. واحنا في فتره بدايه الموسم، كل الحالات البدنيه طبعا الاصابات متكرره جدا وموجوده بسبب توقف النشاط والراحه، والناس راجعه من الراحه. وانا مش عارف الحقيقه فيتوريا الله يكون في عونه، انت بتاخد لعيبه من انديه لسه ما بداتش فتره الاعداد. يعني انا مش متخيل بدنيا وفنيا وعلميا لعيبه زي لعيبه الزمالك الدوليين هم في راحه وراجعين لسه من الاجازه ولسه هيبداوا فتره الاعداد. لعيب لسه بيبدا فتره الاعداد بيتاخد للمنتخب عشان يشارك في مباراه او مباراتين للمنتخب. ناهيكم على انه كل الاحمال البدنيه مع كل الفرق ما هياش متساويه، ناس بدات بدري شويه وناس لسه شغاله وناس لسه هتبدا. اعتقد دي يعني لخبطه موجوده من الصعوبه جدا على فيتوريا التعامل معاها، لكنه ان شاء الله تعدي، لانك انت كمان اثيوبيا اتاهلت لكاس الامم وما عندكش مشكله، وتونس ما هياش في افضل حالاتها في المباراه الوديه. ده بالنسبه لكده. امبارح الحقيقه كل الناس شافت الكلاسيكو او اللي تابع الكلاسيكو السعودي، الريمونتادا التاريخيه الكبيره اللي عملها الهلال. خدوا بالكم اتحاد جده يتقدم 3-1 وجماهيره تغني وتهتف وتعاير الزعيم الهلال، ابو 3 سرى الليل يا ابو 3 سرى الليل. والشوط الثاني تحصل الانتفاضه الكبيره للزعيم. وهنا بلاش تعايروا الكبير لما بيتعاير ولما بيتجرح ردته، والريمونتادا بتاعته عنيفه جدا. تحيه للهلال انه قدر يرجع ويكسب المباراه 4-3 ويزاحم الاهلي على صداره الدوري، لانه الحقيقه هو ده الفريق الكبير. واتحاد جده ليه كل التقدير لانه عمل الشوط الاول شوط نموذجي. بس الناس بقى اللي استخدمت مباراه امبارح وحده قياس بين الدوري المصري والسعودي، دي بجاحه بقى. هي دي البجاحه، ان انا اقلل من شأن قيمه كوره بلدي علشان اطبل لحد تاني. الدوري السعودي مش كله الهلال والاتحاد. ده انتوا شفتوا لاعب من الخليج طلع الراجل بيشتكي يقول لك كل الدعم رايح للانديه الاربعه الكبيره، وهم اللي الصفقات وهم اللي تبع الصندوق السيادي، واحنا مش لاقيين. وده المستوى. احنا لعيبه في الخليج وفي الاتفاق ومش عارف في بقيه الفرق اللي موجوده في الدوري، الفوارق كبيره جدا. عاقبوه وتوقف الراجل، وده اداره ناديه طلعت بيان ان هي تقول لا هو ما بيعبرش الا على وجهات نظره الشخصيه والكلام ده كله. لكنه اللي انا بقوله، انا متحسب ان كل الناس اللي تابعت مباراه الهلال والاتحاد باندهاش للمستوى الكبير اللي كانت عليه، وهي بالفعل كده، والاثاره الكبيره اللي فيها والامكانيات اللي عاليه اللي في الملعب والمليارات اللي موجوده على النجيله، اذا استخدموها وحده قياس للمعايره بالكره المصريه تبقى دي البجاحه منك له. اولا انت مش بتقلل بس من كره بلدك واسم بلدك ومكانه بلدك ومكانه الكره المصريه، لا ده انت كمان مضلل وضلالي، لانك استخدمت مباراه واحده كوحده قياس. اتفرج لي على بقيه المباريات وقارنها، لان انا لو جيت اتفرج على الدوري المصري وقارن ماتش الاهلي والزمالك وبتبقى فيه كره عاليه وبتبقى فيه مستوى كبير، او الاهلي وبيراميدز، واقول ان هو ده المستوى الحقيقي، لا عليا ان انا ابص على بقيه المستويات وبقيه الفرق، لان هي الدوري السعودي مش مباراه واحده ولا 4 فرق فقط. بلاش جلد الذات مجامله للاخرين. جاملوا وطبلوا براحتكم، هيصوا وافرحوا واعملوا اللي انتوا عايزينه للاخرين، بس مش على حساب مصر ولا الكره المصريه ولا الدوري المصري ولا اسم بلدك. عيب. هي دي البجاحه بجد. على فكره ما زالت ازمه محمد صلاح في نفس المربع.
اعلام سعودي يؤكد ويشدد ويعدد الارقام اللي معروضه، وانه ملاك ليفربول مش هيجرؤوا ان هم يصمدوا قدام هذه الاغراءات الكبيره للعرض السعودي اللي قيل انه ممكن يوصل لربع مليار جنيه استرليني. الجانب السعودي اعلاميا يؤكد ويتمسك انه الاتحاد هيضم صلاح، وانه صلاح جاي. صحيح قالوا انه هو هيجي في طياره، وانه يوم الجمعه هيكون موجود حسب صحيفه عكاظ، ودي صحيفه سعوديه جاده وكبيره، لكن ده ما تمش. خلوا الانجليز يتابعوا مران ليفربول امبارح ومركزين على وش محمد صلاح. قال لك لا، صحيفه قالت لك لا هو خرج من الملعب مبتسم يبقى مش هيروح، وواحد قال لك لا ده هو كمل التمرين بشكل طبيعي، قال لك يبقى مش هيروح. وطلع طبعا يورجن كلوب الراجل في نفس المربع ما زال المدرب الالماني واقف عمال يشكي ويصرخ. الكره السعوديه، الدوري السعودي خطر على الدوريات الاوروبيه. الدوريات الاوروبيه بتتسحب من تحتها الارض وبتشال قوتها وهتتاثر قوتها بنسبه كبيره، وبيطالب الاتحاد الاوروبي بالتدخل، لكنه كمان يرجع يقول ما جالناش عرض وصلاح معانا، مش هنفرط في صلاح وصلاح عايزينه. لكن يتحدث الاخوه في السعوديه على هو ليفربول ده هيصبر لغايه كام؟ اخرته ايه؟ وزي ما قال واحد منهم لما قالوا له يورجن كلوب هو اللي متمسك ورافض، قال لك طب هو الكلوب ده نفسه في الاخر ثمنه كام يعني؟ هي دي الكوره. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه.